كريم، أيها الشاعر الجميل، حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ وصنعت شايا أبو الهيل، وجلست مع استكانة الشاي وأمامي بلقيس وشعرها الطويل الذي كان يغطي المآذن والقباب أشجار النخل في حي السفينة بالأعظمية. ثم بحثت عن سمك مسقوف لدى البقالين الإنجليز ولكنهم قالوا أنه لا يعرفونه. رسالة من الشاعر الكبير نزار قباني في الأول من أكتوبر عام 1996. كيف بدأت هذه القصة؟ كيف جاءت هذه الرسالة؟ ويا ريت تقرأ لنا شيء من الرسالة. أنا بدأت بمطلع من الرسالة. أنا الرسالة حافظها. حافظها؟ طيب يلا نسمعها. هذه رسالة من شاعرنا الكبير نزار قباني، أعتبرها وسام طبعا وبخطة، ولأنه أنا متنقل كل يوم في بلد، ففي كل بلد عاملها برواز ومعي متنقل النسخة لأنه بخط. للأسف أنا ما التقيت الشاعر الكبير نزار قباني شخصيا، بس بالتليفون. حصل الموضوع عندما كنا بالقاهرة. كان كاظم الساهر يلحن أغنية زيديني عشقا، وكلم الأستاذ نزار إلى لندن وسمع اللحن، فاستغرب رد فعل الأستاذ نزار، ما كان مرتاح للحن. فوجئ لأنه اللحن شعبي أكثر من اللازم، فكان متعود على ألحان أعماله، قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء يظن، بسلطنة، بقاعة أخرى، لأنه كاظم كلاسيك رجل يعني ماخذ على كاظم لحنها بروح عصر آخر مختلف، إيقاع آخر. صحيح. إيقاع آخر. فثارت، قال لي يا أستاذ حتى عجبت الشاعر الغنائي كريم العراقي اللي معي. أنا استغربت إنه أستاذ نزار يعرفني بصراحة، يعني أنا اللي أحتفظ بدواوين الأولى مع كتب المدرسية وأنا طفل، وهذا الشاعر العصر، وأن يذكرني بالاسم قال لي أعطيني إياه، فما تتصوري سعادتي أنا كلي أرتجف. بديت أقول له يا أستاذ محتار أبدي معاك الكلام من وين؟ قال لي راح أبدي معاك من الآخر. في عندك موال يغنيه كاظم اسمه موال الغربة، اللي هو يا دنيا انت الحرمتيني من أهلي وعشت بالغربة من غصبا علي، أدق يا باب واسأل من عليكم، ضعف صبر وزماني خان بيا. قال لي هذا الموال عايزه بخطك. قال أنا سمعته بصوت كاظم، حلو، عايزه بخطك وهذا رقم الفاكس. أخذت رقم الفاكس وحييت أستاذ نزار، بعثت له الموال، ورا الموال بعث لي هذه الرسالة اللي هو يقول فيها، ماخذ مفردات منها، أنا ذاكر طبعا، لازم أقول لك مفردات الموال أولا اللي أنا أذكر بها الحنين للأهل. هو يعتبر نفس الغربة احنا عايشيها مع بعض، بحضن دجلة الزوارق هايمة الطوف، ونيران الشواطئ وسمك مسقوف، الله ينتقم منك أيام، هل الطيبين ضاعوا من ندي، هلي تذكرون الصبح وانتم تفطرون، بعدها صورتي تتوسط البيت، مكان اللي أحبه بعد موجود، حديقتنا بعدها محملة ورود، للمقهى القديمة وشاي أبو الهيل أبو ذياتنا موالاتنا، هلي حق لو أضعف شسوي، الأرض مو أرضي، الناس مو ناسي، الجو مو جوي، يصير أذل نفسي أنا وأشكي عدوي، لا يا دنيا، يا دنيا أنت الحرمتيني من أهلي وسكنت الغرب من غصبا علي، أدق يا باب واسأل من عليكم، ضعف صبر وزمان خان بيا. بعدها اجت رسالة أستاذ نزار يقول كريم أيها الشاعر الجميل، حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ وصنعت شايا عراقيا أبو الهيل، ذكرت زوجتي بلقيس وشعرها الذي كان يحاكي النخيل والقباب، وركضت وراء أيامي في بغداد والجبن الأوشاري في الموصل وأسد بابل. هذه ليست قصيدتك يا كريم، إنها قصيدتنا نحن جميعا المنفيين في أرض الله، وليس معنا سوى حقيبة مليئة ملأى بالرازقي العراقي والياسمين الدمشقي. ابقى يا كريم مزروعا في شفتي كاظم الساهر، واكتب لنا أحلامنا وأحاسيسنا بأسلوبك الطفولي الجميل، والله يحفظك ويرعاك. فهذه الرسالة يا دكتورة اعتبرتها من الأوسمة والشهادات والجوائز اللي حفزتني وأعطتني دفق كبير. نعم. كريم العراقي ونزار قباني.